السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تسافر من جزيرة لجزيرة وخاصة بالمركب عشان ترضي ربنا، اعرف ان بإذن الله وبفضله ربنا هيبقى فرحان بيك. ربنا على فكرة يعني سبحانه وتعالى هيدخلنا الجنة برحمته. يعني مهما صليت قيام ليل ومهما صمت ومهما حجيت، في الآخر انت مش هتدخل الجنة بأعمالك دي، انت هتدخل الجنة برحمة ربنا. فاحنا بنسافر من جزيرة لجزيرة، مسافرين من جزيرة كنداري إلى جزيرة منى الآن فقط عشان ننول رضا ربنا. اقول له يا رب انا سافرت واتحركت وركبت السفينه وركبت البحر فقط من اجلك يا الله. وعلى فكره مسافر معانا ضابط شرطه، خد اجازه لمده 3 ايام او 4 ايام عشان يسافر معانا، ولقى هنا رئيس الشرطه صديقه وعرفني عليه. قلت له طب يعني انت ضابط شرطه، طيب ليه تخلينا نقطع تذاكر؟ دفعنا فلوس على الفاضي. قال لي لا هنا لازم كله كده. فطبعا كنت بهزر معاه، بس شوف يعني جمال المكان وجمال السفر وجمال انك تتحرك من مدينه لمدينه ومن جزيره لجزيره عشان بس تقول لربنا يا رب يعني ارضى عني. فهكذا كان يفعل الانبياء، يتحرك من بلد لبلد. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، ده ما كانش نبي، ده كان بيقول لهم بس اسمعوا كلام النبي. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. احنا حوالي 5 مع بعضينا، معانا طبعا استاذي ومعلمي استاذ عارف الدين عالم القرآن، وهو يتكلم عربية والا ما كنتش هعرف اركب ولا اوصل ولا اعمل اي حاجة. ومعانا الشيخ صالح وهو استاذ القرآن. ومعانا حاجة غريبة، الشيخ شعراني انا عرفت انه اتولد من غير رجليه مقطوعة، ولما شاف واحد حافظ القرآن ورجليه مقطوعة وبيتحرك وبيسافر للدعوة، حفظ القرآن من 25 سنة وهو راجل كبير، ويمكن يكون عنده امراض مزمنه ومالوش رجل، مركب رجل صناعي وبيتحرك من بلد لبلد. في البلد دي ندي درس، في البلد دي ندي محاضره، في البلد دي نروح نزور مسجد ونعمل فيه بيان او يعني زي محاضره كبيره لاهل البلد. في البلد دي نروح نزور مركز لتحفيظ القرآن للاطفال ونشجعهم على حفظ القرآن. نقابل ناس مش مسلمه ونقول لهم ينطقوا الشهاده ويبقوا مسلمين. نقابل ناس مسلمين ونقول لهم يقربوا لربنا اكتر. السلام عليكم. اسماعيل اهو ده زميله رئيس الشرطه اسمه اسماعيل. السلام عليكم، كيف حالكم ابا كبار؟ ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. nama saya Rami dari Mesir. اسماعيل dari Indonesia. اسماعيل dari Indonesia ان شاء الله. نقابلكم على خير. في رعايه الله. اوكي السلام عليكم. السلام. قلت له انا اسمي رامي من مصر. هو ده رئيس الشرطه اللي هو المدير او يعني الرتبه اللي اعلى من الراجل اللي معانا اللي هو ضابط الشرطه، ضابط يعني اصغر منه، يعني ده مثلا رائد وده عميد. وفرحان ان احنا رايحين نخرج نتحرك في الدعوه ومبسوط. ولما لقوا زميله بيتحرك في الدعوه قال له برافو عليك انك خدت لك اجازه كام يوم كده بدل ما تروح الجزيره تتفسح. هي جزيره هناك هي بعيده بعد الارض دي. قال له بدل ما تروح تتفسح اسبوع في اسكندريه ولا في شرم الشيخ، اديك رايح برضه هتتفسح في جزيره بس في نفس الوقت، صح كده؟ الست دي بتبيع حاجات بقى اللي هي يعني ايه، لعب اطفال مش عارف. عايز وجبات، عايز ميه، عايز شاي ب5 جنيه زي الاتوبيسات عندنا. سيما انا مامو Namaku Uli. ناماكو اوني. اسمها اوني. اوكي اسمها اوني. Yes, اسمها Uli. اسمك I jual aqua benasi. اكوا وجبات وحاجات من كده. لا متشكرين والله. Yes, puasa. صايم. Yeah, شاي. يلا عشان بينادوا عليا. Yeah. طيب يلا هنلقوا ان شاء الله. إن شاء الله. سلام عليكم. إن شاء الله. دعوة ان شاء الله. دعوة دعوة إن شاء الله. دعوة ان شاء الله. سلام يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس هنا لما تلاقي حد بيتحرك في الدعوة يفرحوا جدا. يعني الضابط اللي هو رئيس الشرطة، الضابط اللي تحتيه خد اجازة 4 ايام وهو قبله قدامه انا رايح اتحرك للدعوة فرحان. والست اللي بتبيع اكل ومية، وفي واحدة بتبيع بلالين زي اللي في القطر عندنا في مصر. فتروح الجزيرة منك تتفسح زي ما النبي قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وإحنا مش رايحين نجاهد ولا معانا سيف ولا هنقاتل ولا أي حاجة، إحنا رايحين نقعد نكلم الناس. في طلبة حافظين للقرآن رايحين نزورهم، في حد من المجرمين هنقابله ربنا أراد وتاب إلى الله وهنتابعه عشان نشوفه أخباره إيه وبيصلي إزاي والدنيا عاملة إيه معاه. في حد مريض هنروح نزوره، كل ده في سبيل مرضاة ربنا. في حد هيقابلنا هندوسي بيعبد البقرة نكلمه عن ربنا فيقول له يعبد ربنا سبحانه وتعالى.
وإن لا يوجد إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الهدف من الرحلة هو الحركة من أجل إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. الحركة من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل شيء يرضي الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. مين أحسن منه؟ ربنا دايما يقول كلمة أحسن دي لما تكون يعني الله نزل أحسن الحديث، يبقى ده كده أحسن. القصص نحن نقص عليك أحسن القصص، يبقى دي كده أحسن. وجي في الدعوة قال لي بقى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. مين أحسن من اللي يدعو لربنا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ مفيش حد أحسن منه. مش عشان أنا أحسن واحد، لا طبعا، بس اللي بيدعو إلى ربنا ده بيدعو الناس إلى رب الناس، لأن مفيش نبي تاني هيجي أندونيسيا ولا هيجي العالم. النبي مات خلاص. طب أمال إزاي الدين وصل لحد الجزيرة دي؟ وإزاي وصل لحد الجزيرة اللي رايحين لها؟ وفي جزر تانية لسه ما وصلهاش الدين، عشان في ناس بتتحرك. طب لما الناس دي توقف الحركة هيوقف الدين. طب لما تتحرك ربنا يرضى عنك ويكرمك ويرفع قدرك وييسر لك أمرك، لأنك تتحرك بسبب أنك تريد إرضاء الله وتجاهد لكي يرضى الله. وإذا جاهدت تاخد الموعود اللي في آخر آية في سورة العنكبوت، إنك لما تجاهد عشان ترضي ربنا، ربنا يهديك أنت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللي هيجاهد عشان خاطر ربنا، ربنا يهديه السبل، وإن الله لمع المحسنين، وربنا يجعله من المحسنين. ومش يهديه سبيل واحد، لنهدينهم سبلنا. فربنا إن شاء الله يهدينا السبل الكثيرة، وبإذن الله رب العالمين يرضى عننا، وبإذن الله رب العالمين يكتب لنا الخير حيث كان، وبإذن الله رب العالمين نوصل من مكان لمكان ومن جزيرة لجزيرة ومن بلد لبلد في سبيل إرضاء الله. وربنا كمان بيقول إن اللي يتحرك هيلاقي وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يا سلام. ومن يخرج من بيته مهاجرا عشان ربنا، مش عشان يشتغل ولا عشان يجيب فلوس، إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فأحسن حاجة إنك تتحرك عشان تعرف الناس عن ربنا، وتعرف الناس قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وتتكلم مع الناس، وتدعو الناس لربنا، وتحبهم ويحبوك، وهكذا. هتلاقي نفسك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. يعني ربنا إيه؟ يكرمك ويفرح بيك ويرضى عنك يا رب. كل ده في سبيل إن ربنا يرضى عننا. وصحابي دلوقتي بيتفسحوا، هو ممكن يكون بيتفسح في نفس الجزيرة، وأنا رايح أتفسح برضه في نفس الجزيرة، بس غيرت النية. بدل ما أنا هتفسح بس، لا، أتفسح وأتكلم عنه سبحانه وتعالى. بس جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، وإن شاء الله نتقابل على خير، ويعني نكون في مكان آخر، في جزيرة أخرى، في بلد أخرى، حتى يرضى الله عنا. يلا بقى عشان دوري أدخل في الطابور ده عشان أركب الجزيرة، عشان أركب السفينة. يلا تحياتي ليكم، إن شاء الله خير. ربنا يكتب الخير يا رب، ويرضى عننا ويرضى عنا يا رب العالمين. شكرا جزيلا، ونراكم على خير. وكل واحد بنصحه 3 حاجات: كلم ولادك عن ربنا، خلي يبقى فيه قرآن دايما في البيت، كلم جيرانك وأنزل عشيرتك الأقربين، كلم اللي حواليك زمايلك واصحابك في الشغل، لتنذر أم القرى ومن حولها. وبعد كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حاول تلف العالم لو تقدر. طب ما تقدرش على كل ده، انوي من جواك يا رب أنا نفسي أتحرك في كل العالم عشان الناس كلها تقول لا إله إلا الله، والله سيكتب لك الأجر بهذه النية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا يقبلنا ويكون العمل ده مش منظرة بس عشان الناس تقول، يبقى خالص لوجه الله. آمين يا رب العالمين. تحياتي لكم، أراكم على خير من جزيرة كنداري في سالواسي في إندونيسيا. نتجه الآن إلى جزيرة مونا، وهي إلى الشرق والجنوب. كان معكم الدكتور رامي إسماعيل يحييكم. شكرا، تحياتي لكم. ادعوا لنا ربنا يوصلنا بالسلامة، وتكون رحلة سهلة وجميلة وميسورة، وربنا يقبل مننا كل خير كما يحب ويرضى إن شاء الله يا رب، ونحقق أحلامنا وتتحل مشاكلي، وربنا يرزقني زوجة صالحة ويسد ديوني وييسر أمري ويوفقني لما يحب ويرضى. يلا في رعاية الله. دي اللي بتبيع بقى إيه؟ عصافير للأولاد.
تيك 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 موني موني موني. اوكي السلام عليكم. Waalaikumsalam. مع السلامة. مع السلامة. اوكي ان شاء الله. خديجة. Ya hati-hati di jalan. اوكي Yes. Khadijah itu kepanjangannya hati-hati di jalan. طب يلا عشان قربوا يركبوا. يلا سلام Masya عليكم. Allah, yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة.